السلام عليكم. لو انت واحد من الناس مضطر يبطل القهوة ونفسك في بديل صحي شبه القهوة، اشرب هوجيتشا. هقولك في الفيديو ايه هي الهوجيتشا وازاي ممكن تكون بديل صحي للقهوة. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل حاجة عن القهوة، وشير لكل اصحابك اللي بيحبوا القهوة. انا اماني ادم ودي قناة قارئة الفنجان. في ناس كتير للأسف عندها مشاكل مع القهوة. ممكن يكون حد عنده قرحة بقاله سنين وقطع القهوة، أو حد عنده حساسية كافيين، أو أي حد قرر إنه يمنع القهوة ويتجه لأي بدائل صحية. مع العلم إن القهوة على فكرة مفيدة بس لو اتشربت صح. وعلى فكرة في بدائل كتير قوي للقهوة، في شركات كتير على فكرة بتصرف عليها. يعني هتلاقي أنواع للقهوة زي النسكافيه اللي هي الانستنت كافي اللي هي القهوة سريعة التحضير، وهتلاقي قهوة معمولة زي الاسبريسو بتتباع، قهوة معمولة في بوتس كده بتتحط في الماشينز. بدائل القهوة كتير وموجودة بنفس الصور اللي بتتباع عليها القهوة بالظبط. إن شاء الله أنا هتكلم على ان شاء الله الفيديوهات الجايه هتكلم فيها عن اغلب بدائل القهوه. هبدا النهارده باول بديل للقهوه طبيعي او ممكن نشربه بدل القهوه، وهو هوجيتشا. هوجيتشا، ايوه يعني ايه بقى البتاعه دي؟ كلمة هوجيتشا أصلا يعني روستد تي، فهي شاي متحمص، عشان كده هي مش قهوة، هي شاي أخضر ياباني متحمص. وعلى فكرة هي قديمة جدا، منشأها أصلا كيوتو في اليابان من 100 سنة. لازم اليابانيين يطلعوا لنا بأي حاجة غير اللي احنا متعودين عليها. ايه اللي يفرق بقى الشاي الأخضر الياباني ده عن أي شاي أخضر تاني في العالم؟ هي عبارة عن أوراق شاي أخضر متحمصة على الفحم عند درجة حرارة 150 درجة سيليزيوس، ولما بتتحمص بيطلع منها نوتس زي الشوكولاتة. اتكلمنا قبل كده عن إن البن الغامق لما بيتحمص بيبقى عنده نوتس شوكولاتة، فهي دي زي دي بالظبط. يعني طعمها كده في طعم الشوكولاتة، سامحني يا رب يا جماعه، هي فعلا طعمها كان فيه شوكولاته. يعني بغض النظر عن ان انا لما دقتها ده كان رد فعلي. لكن بعد كده فعلا هتستطعم طعم الشوكولاته فيها. بس هو اصلا محلي قوي، هو طعمه حلو. وعلى فكره في نوتس شوكولاته واضحه جدا، مش ببالغ والله العظيم، في نوتس شوكولاته واضحه جدا. انت شايف؟ الحلو هنا الناس كتير ان هي والماتشا من نفس الجدر، فهي فيها شبه كبير من الماتشا مع شويه اختلافات كده هقولكوا عليها دلوقتي. وده هياخدنا لسؤال، هو ايه الفرق اللي بينها وما بين الماتشا؟ اول حاجه ان هما الاتنين شاي اخضر ياباني، بس الهوجيتشا متحمصه على الفحم. تاني حاجه الطعم، ودي اهم حاجه فيهم. الماتشا طعمها فيه مراره شويه، لكن الهوجيتشا طعمها اصلا مسكر على فكره. يعني هي رغم ان طعمها بالنسبه لي انا ما حبيتوش قوي، بس هي طعمها كان مسكر شويه، وده لان الهوجيتشا لما بتتحمص على درجه حراره 150 كل المراره اللي فيها بتروح، وده اللي بيخليها مختلفه عن كل انواع الشاي الاخضر التاني. اي شاي اخضر بيبقى طعمه فيه مراره شويه، فالهوجيتشا طعمها شوكولاته وطعمها محلي لوحده او مسكر، ودي حاجه مفيده جدا للناس اللي عندها سكر، ان هي مش هتحتاج تحط عليها سكر خالص. ثالث حاجه اللون، الماتشا لونها اخضر زرعي، انما الهوجيتشا لونها بني محمر، لما بتتعمل بيبقى لونها في الاخر زيتي شويه. رابع حاجه نسبه الكافيين، المفروض ان الماتشا فيها نسبه كافيين عاليه، انما الهوجيتشا نسبه الكافيين اللي فيها قليله جدا. يعني لو انا عندي 100 جرام من الماتشا وعندي 100 جرام من الهوجيتشا، الماتشا فيها 3.2 جرام من الكافيين، لكن الهوجيتشا فيها 13 من 100 جرام، يعني حتى ما كملتش واحد. وده هيخدمك في حاجه مهمه جدا، ان انت لو عايز تشربها وما تنامش، الماتشا ما تقدرش تشربها بالليل، انما الهوجيتشا تقدر تشربها وتنام على طول، مش هتسهر. نيجي بقى ازاي بتتشرب، فهي بتتشرب زي الماتشا على فكره. يعني هي بتبقى باودر كده، وممكن تعملها زي الشاي الاخضر العادي زي ما الناس بتشرب الماتشا، وممكن تبقى زي الماتشا لاتيه، فبتبقى اسمها هوجيتشا لاتيه، بيتعمل عليها الارت بتاع اللاتيه العادي، فبتديك ايحاء شويه ان هي شبه القهوه. هي ليها طعم شويه مختلف عن القهوه. ممكن الناس اللي بتحب الموكا ممكن تحبها لان هي مسكره شويه وفيها نكهه الشوكولاته، او ممكن تتعمل كولد برو عادي، ان انت تعملها زي الايس كوفي زي برضو ما الماتشا بتتعمل. وفي بعض الاماكن هنا لقيتها بتتباع زي البيكنج باودر، فبالتالي ممكن يتعمل بيها الحلويات والكيك برضو زي الماتشا. اخر حاجه واهم حاجه هي ايه فوائد الهوجيتشا؟ اول حاجه هي عباره عن ديتوكس طبيعي، هي تنظف الجسم من كل السموم اللي موجوده فيه، لان فيه نسبه عاليه جدا من مضادات الاكسده.
تاني حاجه ان هو بيحرق الدهون، ودي اكتر حاجه جرت رجلي بصراحه ان انا اجربه. بتساعد على الهضم وبتعلي معدل الحرق، فمفيده للناس اللي عايزه تعمل دايت، بلس ان هي بتدي طاقه. ومن اكتر الحاجات اللي معروفه عن الهوجيجا ان هي مشروب ريلاكسنج درينك. هي من الحاجات اللي بتهدي الاعصاب جدا، لان هي بتقلل هرمون الكورتيزول اللي اتكلمنا عنه كتير قوي وقلنا ان هو الهرمون المسؤول عن الاسترس. برضو من الحاجات المهمه عن الهوجيجا ان هي بتزود المناعه جدا، عشان كده دايما بيستخدموها في ادوار البرد. ملوخية. انا كده خلصت، يا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.